تاريخ الدول الإسلامية طويل وعريق، وبيغطي فترة زمنية كبيرة جدا من بدايات الإسلام في القرن السابع الميلادي لحد دلوقتي. هنا شوية مراحل أساسية في تاريخ الدول الإسلامية. الخلافة الراشدة 662-661 بدأت بعد وفاة النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وشملت الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. الدولة الأموية 661-750 بدأت بعد الخلافة الراشدة واستمرت حوالي 90 سنة. اتخذوا دمشق عاصمة ليهم ووسعوا الفتوحات الإسلامية لحد ما وصلوا لجنوب فرنسا. الدولة العباسية 750-1258 حلت محل الدولة الأموية واتخذوا بغداد عاصمة ليهم. كان عصرهم مليان بالازدهار الثقافي والعلمي، وبالأخص في العصر الذهبي للإسلام. الدول البويهية والفاطمية القرن العاشر القرن الثاني عشر. ظهرت الدول البويهية في العراق وإيران، والدولة الفاطمية في شمال أفريقيا ومصر، وكانت دول شيعية أثرت في التاريخ الإسلامي. الدولة السلجوقية 1037-1194 جت من آسيا الوسطى واستولت على مناطق واسعة في الشرق الأوسط. دورهم كان مهم في وقف الزحف الصليبي. الدولة الأيوبية 1171-1260 أسسها صلاح الدين الأيوبي اللي حرر القدس من الصليبيين بعد معركة حطين. الدولة المملوكية 2250-1517 سيطرت على مصر والشام، ووقفت المد المغولي وهزمتهم في معركة عين جالوت. الدولة العثمانية 2999-1923 واحدة من أطول الإمبراطوريات في التاريخ. اتخذت إسطنبول القسطنطينية عاصمة ليها، وسيطرت على مناطق واسعة من أوروبا، آسيا وأفريقيا. الدول الحديثة مع بداية القرن العشرين بدأت الدول الإسلامية في التحول لدول قومية مستقلة بعد سقوط الدولة العثمانية. اتشكلت دول زي السعودية، مصر، إيران، وتركيا وغيرها. كل مرحلة من دول كان ليها تأثير كبير في الحضارة الإسلامية وفي التاريخ العالمي.